لا ما هو اكيد يعني كل الاسئله دي بتتكلم عن، وكل الاستفسارات جايه عن تكلفه التشطيب كام، الاسعار كام، زي ما احنا شايفين. فطبعا عشان نحسم الجدل في الموضوع ده، مفيش حد بيشتغل كوست بلس او رقم ثابت يقدر يقول لك التكلفه كام من غير مقايسه للشقه بتاعتك. وعشان اعمل مقايسه محتاج حاجتين: رقم واحد، يا اما يكون معايا تصميم 3 دي والتصميم ده متوضح فيه كل التفاصيل، ويكون معاه الرسومات التنفيذيه كامله، لوحات الكهرباء، لوحات السباكه، التكييفات، لوحات السقف، توزيع الاناره، كل التفاصيل التنفيذيه، الاليفيشنز الخاصه بكل تفصيله موجوده في الديزاين، خلاص، عشان اقدر اعمل مقايسه اقرب للواقع. ده رقم واحد. رقم اتنين، يا اما لو انت مش تعمل ديزاين او بالفعل عندك تصور لكل حاجه، فبنعمل معاينه، والمعاينه دي طبعا بتكون ليها رسوم، وبنقعد مع بعض في المعاينه دي بنحدد مع بعض نوع الارضيات، نوع قطع الالومنيوم، شكل السقف، شكل الحوائط، التجليد، بنحدد مع بعض كل تفصيله في شقتك، وبعد كده بنعمل لك مقايسه تقريبيه بناء على طلباتك واختياراتك. فما فيش حاجه اسمها تكلفه كام. خلاص كده فهمنا التفاصيل. هتسال تقول التكلفه كام، هيضحك عليك. انا لو قلت اي رقم هيبقى انا بكذب. لازم يكون معايا احدى حاجتين زي ما قلنا: يا الديزاين ال 3 دي بالرسومات التنفيذيه بتاعته، يا نعمل معاينه ونحدد فيها كل المواصفات والتفاصيل.